السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا وغلا بالأحباب. النهارده جايبة لكم كيكة ولا في الأحلام، كيكة مرتفعة وهشة وبلونها الفاتح الجميل اللي يفتح النفس، ومن أول قطمة هتدوب في بقك من غير تعقيد ولا مكونات غريبة. خطوة بخطوة هنعملها مع بعض إن شاء الله وتطلع معاكي ناجحة من أول مرة. بس قبل ما نبدأ الفيديو مننساش نصلي على النبي في الكومنتات، ولو لسه مشتركتيش في القناة أنا سمر ودي قناتي. انزلي بقى اشتركي في القناة علشان توصلك كل الوصفات الجديدة اللي أنا بنزلها، ويلا بينا نشوف الفيديو ويلا بينا نبدأ على بركة الله. مكوناتي النهاردة عندي كوبايتين ونص من الدقيق، كوباية من السكر، وعندي كوباية ونص من المية، عندي نص كوباية من النشا، عندي بيضتين بحرارة الغرفة، عندي 5 ليمونات بحجم متوسط مش كبير قوي ولا صغير قوي. تمام. وعندي كيس أو باكت من البيكنج باودر، وعندي كوباية نصها زيت ونصها سمنة، يعني نص زيت ونص سمنة. ممكن تستخدمي الكمية كلها زيت وممكن الكمية كلها سمنة، أو زي ما أنا عملت نص سمنة ونص زيت. هنزل بكل المكونات السايلة مع بعض وهاضربهم في الخلاط. سر الكيك إن هو لونه فاتح يا جماعة، إن إحنا استخدمنا الليمون. على فكرة الليمون بيفتح أي حاجة بيدخل فيها، يعني لو استخدمتِ الليمون في أي حاجة هو بيفتح لونها تمامًا. فهو حرفيًا بيخلّي لون الكيك فاتح جدًا، جدًا. وأنا هنا استخدمت الليمون، يعني عملت كده بعصير الليمون. ده بديل للبن، لو أنتِ مش عندِك لبن ما توقّفيش نفسِك، ممكن تستخدمي اللي هو الليمون زي ما أنا عملت كده. أولًا طعمها مش بيبقى حامض خالص، يعني هو طعمها مش بيبقى فيه المزازة بتاعة الليمون، كإننا إحنا عاملينه بالعصير بتاع الليمون زي ما في كيكة البرتقال، في كيكة الليمون. فهو حرفيًا الليمون آآ يعني مُحسِّن كيك فظيع يعني بجد. أنا هنا طبعًا علشان يعني ما شُفتوش في البداية نُص كوباية المَيّة، أنا ضِفت نُص كوباية المَيّة، فأنا هنا استخدمت كوباية ونُص من المَيّة. هاضرب كل المكونات دي كويس جدًا في الخلاط، وهانزل البيكنج باودر والنشا مع بعض، وبعد كده هانزل عليهم بالخليط بتاع الكيك اللي إحنا ضربناه مع بعض. شايفين اللون بتاع الخليط لونه فاتح حتى لمّا ضفنا ليه البيض، يعني المفروض البيض بيخلّي لون الكيك لونه أصفر، لأ حرفيًا الكيكة طالعة بيضا وفاتحة جدًا وطعمها هش وخفيفة جدًا، جدًا. قلّبي كل المكونات دي لغاية كل المكونات ما تمتزج مع بعض كويس جدًا. أهم حاجة نضرب كويس جدًا ما يبقاش في أي تكتلات في الكيك علشان الكيك يطلع ملمسه ناعم وهش وخفيف. قلّبي كده كويس جدًا زي ما أنتم شايفين، والكيكة سهلة لدرجة إن ممكن ابنِك أو بنتِك هي اللي تعمله، ما فيهوش أي اختراعات ولا أي حاجات خزعبلية، لأ كلّها حاجات سهلة وموجودة في كل بيت، وخطواتها كلّها سهلة وبسيطة. طبعًا عندي القالب ده مقاسه 26. أنا دهنته بدهنة سمنة ورشيت شوية دقيق عليه كده، بطّنته بالدقيق. بعد كده هابتدي أقلّب الكيك من تحت لفوق علشان أخرّج كل الهوا اللي موجود فيه. بعد كده هابتدي أنزل في الخليط زي ما أنتم شايفين. القوام بتاع الكيك حلو جدًا، يا ريت ما نخلّيش القوام أتقل من كده أو أخف من كده. امشوا على الخطوات بالضبط علشان تطلع الكيكة معاكم ناجحة وحلوة. بعد كده هابتدي كده بخلة وأبتدي أخرّج أي فقاعات هوا موجودة في الكيك. وطبعًا النوعية من القوالب دي بتخلّي الكيك يعني يشق حاجة بسيطة كده من فوق، يعني مش كتير. طبعًا أي كيكة أو أي معجنات بنسخّن الفرن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 200، وبعد كده بنخلّي الكيكة على درجة حرارة 160 ونسيبها لغاية ما تستوي براحتها جدًا. زي ما أنتم شايفين شكلها في الفرن مرتفع وهش جدًا يا جماعة، واللون بتاعها حرفيًا خطير والطعم جميل. لأ لازم بجد تجرّبوا الوصفة دي وتدعوا لي وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وجرّبتوها وطلعت معاكم ناجحة والّا لأ. طبعًا هنقلب الكيك زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وشايفين اللون بتاعها من تحت، يعني حرفيًا خطيرة. الوصفة دي سهلة جدًا وسريعة جدًا في العمل بتاعها، يعني الكيكة دي ما كمّلتش 5 دقايق بالضبط وكانت جاهزة معايا. حرفيًا الكيك ده سهل جدًا، يعني الكيك في 5 دقايق مش هياخد منِّك أي وقت، وكمان مكوناته اقتصادية جدًا، جدًا. الكيك ده يا جماعة تقدري ممكن تستخدميه كمان للجاتوهات على فكرة، ممكن تستخدمي في القوالب بتاعة الكيك اللي هي بنستخدمها أو الحلة بتاعة الكيك، وبيطلع عالي أو مرتفع. لو هتعملي المكونات دي هتبقى على مقاس 20، لو أنتِ عايزة الكيك مرتفع عن كده هتعملي القالب مقاس 20. الكيكة دي تقدري تستخدميها كمان لتزيين التورت،
وبتطلع هشة وخفيفة وحلوة جدًا. شايفين قد إيه هي هشة وطرية، ودي كمان هي وسخنة لمّا بتبرد بتكون كمان نتيجتها أفضل بكتير من كده. لو كنتِ بقى وصلتِ معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلِك كل الوصفات الجديدة اللي أنا بانزّلها، وما ننساش نتفرج على الفيديوهات القديمة علشان نستفاد منها، كلها وصفات اقتصادية وتقدري تنفذيها بكل سهولة. أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام عليكم، ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. في رعاية الله.